الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، أيها الإخوة المسلمون، أحدثكم الآن من مقر الرئيسي، من بيت الرئيسي، من قصر الرئيسي. أحدثكم من مقابر الثقبة في المنطقة الشرقية بالخبر. أحدثكم من هذا المنزل الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقال: قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة فإنها فيها موعظة. انظروا إلى هذه الحفرة يا أخوان، هذا قبر جديد الآن أنا أقف بداخله، وغدا أو بعد لحظات سوف أكون مدفون فيه، وكلنا سوف ندفن في هذا، شئتم أم أبيتم. هذا هو مقركم الرئيسي. إني أناشد الآن، أناشد الإخوة، أناشد المتأخرين على الصلاة، أناشد الذين لا يذهبون إلى المساجد، أناشد الهوامير، أناشد العاقين لوالديهم، أناشد كل مسلم، أناشده الآن من هذه الحفرة أنه سوف يكون هذا مصيره، هذا سوف مصيره في الدنيا وليس في الآخرة، كما قال عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. أكثروا من ذكر هادم اللذات. هذا حبيب الله سيد الخلق، يقول الله عز وجل: يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. ما عددنا هذه الحفرة؟ لماذا التسوف؟ لماذا تأخير التوبة؟ هل سوف نعيش 60 80 100؟ مهما بلغت من العمر سوف تنزل هذه الحفرة، شئت أم أبيت، رغما عن أنفك سوف تدخل على هذه الحفرة، وسوف يضعونك على الجنب الأيمن ويحل الأربطة، ثم يضع عليك الأطباق، ثم يهل التراب عليك، فيبتدأ المسلمون يحث عليك التراب 3 مرات اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة الحبيب. من حضر الدفن فليحثو أقلها 3 حثوات. ماذا عددت الآن وأنت بداخل هذا القبر؟ أسألك بالله العظيم، وأنت داخل هذا القبر وسوف تسمع قرع نعال آخر واحد يغادر القبر، سوف تسمع قرع نعاله. أين مالك؟ أين ولدك؟ أين عملك؟ أين كل ما كنت تمتلكه في الدنيا الآن؟ أين هي؟ لم تأخذ من الدنيا سوى هذا الثوب الكفن الذي دخلت به القبر. ألا نتعظ بهذا يا أخوان؟ كفى بالموت وعظ. إذا لم نتعظ بالموت نتعظ من ماذا؟ نتعظ أنه سويت حادث في سيارة، الورش صالحة، سويت ولدي رسب في الامتحان، أي مشاكل الدنيا لها حل إلا هذا، ليس له حل إلا الله سبحانه وتعالى. فلنعد لمثل هذا. عثمان رضي الله عنه كان يقف على شفير القبر ويبكي حتى تبتل لحيته، فيقال له: يا عثمان أتبكي من هذا؟ أي من القبر؟ تذكر الجنة والنار وتبكي من هذا القبر؟ قال: نعم. قال: نعم. ليش؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. سعد بن معاذ الذي شهد له 70,000 من الملائكة، الذي اهتز له عرش الرحمن، ضم في القبر ضمة ثم أفرج عنه، ضم في القبر ضمة أفرج عنه. ضمة القبر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضمة القبر لو نجا منها كان نجا منها سعد بن معاذ. فأحبتي في الله، اليوم أنا أحدثكم هنا، وغدا سوف تسمعون أنني في القبر الذي يليه، وبعد أنت وبعد أنت وبعد أنت. لكن سؤالي أن كل واحد فينا يعرف بأن الموت حق، لكن سؤالي هو فقط: كيف يأتينا الموت؟ هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد للقاء الله؟ فإن كنت مستعد في لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.